نركز بس في اسبوع المصيف. ايوه، ونركز في الدراسه اللي داخله بعد اسبوع المصيف. اسبوع اوكي، المصيف اهم بالنسبه لي من طول الارض، اهم من كل حاجه، اهم من اسبوع الدراسه نفسه. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير. انا برجع النور بيضرب كده. صباح الخير وصباح النشاط وصباح التفاؤل. النهارده هنصور لكم اول يوم بطولة جيدتي ان شاء الله باذن الله. بصوا حبايب قلبي، انا مش عارفه هنصور كل يوم لوحده ولا ممكن نجمع الثلاث سباقات بتوعها في فيديو واحد. هنشوف الدنيا النهارده هتمشي ازاي. تمام ايا كان، احنا متفقين على شويه قرارات وشويه حاجات. انا عارفه انا بنتي ايه، ايا كان الارقام اللي بتجيبها، ايا كان المراكز. جايدة عملت اللي عليها، جايدة ما قصرتش في حاجة. البطولة دي تعتبر من أصعب البطولات، لأن هي بطولة بعد تقريبا 8-9 شهور مفيش بطولات. ده غير ان معمولة في مكان تاني غير الاستاد، مكان بعيد. فالموضوع يعني في شوية صعوبات شوية. فهنقول ان شاء الله خير، وهنقول جاهزة. يلا بينا. يلا بينا. ده كده البسين، والمفروض ان احنا قاعدين في المدرجات، بس هي هتروح تسخن الاول. جاهزه يا حاجه؟ انا جاهزه. فايقه ولا مش فايقه؟ عايزه تقعد الاول تتفرج على سباقات الصبيان، لان هي لسه السباقات بتاعه البنات بعد الاولاد. فانا بقول لها قومي، تقول لي طب اشوف ان شاء الله يكون سباق او اتنين، مش مشكله. جاهزه؟ انا جاهزه. يلا حبيبتي، ربنا معاكي، ربنا معاكي. تعالي يا جودي، تعالي اهي. حاره واحد اهي. مايو اسود وبني لبني. عاش يا جيداتي، عاش يا جوني. اروح لها. عاش يا جوني. يا رب. استعدت الآن التسجيل الثامنة والأخيرة من سباق مصر حرة 12 ثانية ونصف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جايدة. يلا يا جايدة. يلا يا جايدة. يلا يا جايدة أسرع. يلا يا جايدة. يا جايدة. يلا يا جايدة. يلا يا جايدة. يلا يا جايدة. يلا. أسرع يا جايدة. يلا يا قلبي. يلا يا قلبي. يلا يا قلبي. يلا يا جايدة. فينش. حتى على المية. تم بحمد الله. استني عشان ورانا عربية. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبايب قلبي، هي المفروض على حساباتنا كانت هتبقى في الستة. تمام. فآخر حاجة عرفناها لأن هي كده السبعة بفرق أجزاء ثواني. احنا ماشيين على كده، لسه بقى هنعرف لما النتيجة تنزل على اللينك. هنشوف بقى هل هي سابع ولا هتبقى بعد السابع، لسه مش عارفين. بس هي كده تعتبر من ايه؟ من العشرة الأوائل. هنقول الحمد لله. الحمد لله. يلا عشان نلم شنط المصيف. يا ريت. يلا يعني بس ثواني. انت بتقولي ايه؟ انت ناسية حاجة؟ ناسية حاجة. انا واخدة حاجات كتيرة انا زيادة. انا عايزاكم بس تشوفوا شكل الشنطة وكمية ألعاب وشباشب وايه ده. في هنا ايه؟ الجردل بتاع البحر والألعاب بتاعة المية والرشاشات. لا بصوا لسه في حاجات هناك لو سمحتوا. ثانية واحدة بقى عشان جودي مش رايحة 7 أيام مصيف، جودي رايحة 17 سنة. هترجع ان شاء الله على هترجع على رابعة جامعة. ايه كل ده؟ ومش مترتبة عدل خالص.
انقي ايه؟ انا لا بص انا هقول لكم على حاجه، استنوا بس كده ارجع لورا، مش عارفه ارجع في انهي اتجاه. سفر الصبح. لا اهدوا ثواني، كانت كده زي الفل. ايوه صندل وكوتشي وشبشوب. صندل وكوتشي وشبشوب. مش عايزه اقول احنا رايحين رحله لاننا فعلا رايحين رحله. بصوا يا حبايبي انا هقول لكم على حاجه، لا انا عايزاكم بس تهدوا، اهدي بشنطتك دي. بصوا يا حبايبي احنا دلوقتي فاضل لنا كام يوم على المصيف؟ 4 ايام. فاحنا في ال4 ايام عندنا تمارين بالليل وتسخين وبطوله بالنهار زي النهارده كده، فاحنا مضغوطين ضغطه رهيبه. ده غير اننا هنسافر في اخر يوم سباق لجيده، فلازم كل حاجه تبقى خلصانه ان شاء الله باذن الله. بصوا حبايب قلبي انا مش عايزه المصيف ده يبقى زي المصيف اللي فات. المصيف اللي فات احنا قعدنا ايه؟ ورك حلوه، ورك دي والله قعدنا ابرم. احنا ما فوتناش يوم غير لما خرجنا انا عايزه بقى المصيف ده يبقى كله ايه؟ لما هو كله بحر. حلوه بحر دي. ليه الهدوم بتاعه الخروج دي كلها؟ ليه الفراسه؟ بصوا حبايبي طب ثواني طبعا جايده هتاخد دي عشان دي لسه معموله. لسه في الذهبي ولسه في النجم. راحه فين؟ روحي هاتيهم. هتاخد السوت اللبني دي، اوكي انا معاكي في السوت دي. طيب هتاخدي اللي هو السلابيت الجينز. طب ما احنا كنا مسافرين بيه المره اللي فاتت. ما سافرتش بيه، صورنا بيه الشنطه. بجد بتهيألي سافرت بيه. والله ما سافرت بيه، انا لسه ما اعرفش. لا هو انت مره تقولي لي بح ومره تعملي لي كده. نعم فكريني. اخر يوم امتحانات ليها وكانت لابسه كروب توب. كنا جايين نصور يعني ما سافرتوش بيه. ماشي. واخده تيشرت ابيض، بنطلون ابيض، وهتعمل لكم اوتفيت لسه التيشيرت بالبلوزه الجميل. ماشي ادي طقم. طب ماشي طب استني بقى ستوب. ادي كده ايه؟ طقم. وادي ده طقم اهو. ماشي ادي كده 2. هستغل البنطلونين دول. ماشي ادي كده 2. ها معاهم البتاع البرتقاني ده يمشي على البيج اوكي، والابيض يمشي على الاثنين. والله العظيم الاورنج على البيج بيبقى جميل. البينك لما يتغسل. لا واخد الليموني. انت رحتي قبل كده بالبينك على بنطلون ابيض ولا اختك؟ انا ياه والله العظيم. طيب هاخد الليموني اللي فيه حته هنا كده. طيب هتاخد واخد ده على البوي فريند. ماشي وهتاخد ده. هو احنا هنخرج كام يوم في ال7 ايام؟ في الجنينه. طب ما تاخد الحاجات الخفيفه بتاعه المصيف دي، يعني الدرس يمكن انت مكلفته الدرس كده ليه؟ عشان كنت هشرب الحته دي. ماشي مش مشكله، هتاخد الدرس ده انا موافقه على الدرس، وهتاخد السوت انا موافقه. طب ما انت كده هدوم كتير جدا يا جايده. ما هي ايه معلش؟ 1 2 3 4 5 وتيشيرتات وطقمين للبيت. دول يا جماعه حاجتين بس دول التوت. واخده بقى كل حاجتين بس مايوهات. ايوه ماما انت مسكتي في كلمه حاجتين بس. وراك فراخ بالبصل الاحمر. في ايه؟ بصوا انا هقول لكم على حاجه. هي تعاونت معايا وقالت هناخد كوفيرت احتياطي. ايوه تمام. فالكوفيرتا واخده مكان من الشنطه بتاعتها. ايه بقى كل ده؟ دول طقمين. ثواني لا انت شلتي دول. لا انت لسه قايله ايه؟ حاجتين بس. انت لسه قايله حاجتين. ثانيه ثواني انت مش كنت راجعه من البطوله تعبانه وهتنامي؟ اهدي علينا. اكلتي واستحميتي فوقتي. استنوا ده قولي طقم على بعض. ماشي ثواني. ده كده طقم اللي هو ماشي. مش عارف لسه ده دريس ولا ده شميز؟ ده شميز. دي كده. ده دريس. ده دريس. 3 ده شميز. 4 ده تيشرت. لا ده لزوم البيت. ده تيشرت. لزوم البيت. ده ترنج. لزوم البيت اكتر مني. شفتي بقى اكتر مني. اللي عمالين تتريقوا عليا كده. احنا ما كانش المفروض نشتري عربيه سيدان، لا احنا كان المفروض نجيب عربيه نص نقل عشان نشيل الدولاب. تعالى يا دولاب معانا المصيف. قولي ها. انا عشان محجبه دي كانت لمام في الاسبوع كله بترنج واحد. في الاسبوع كله؟ ده هم متعودين عليكي اصلا. ده انت لو مش على كده، ده هي اصلا لو طلعت بترنج واحد هم يتخضوا.
هم يتخضوا. انت لو طلعتي اصلا بترنج واحد هم يتخضوا. يعني هم ده انت كده هم متفاجئين. احنا المفروض بنطلون بيجامه على جاكيتة بيجامه تانية، يعني هم متعودين على كده. بصوا حبايبي، اوكي ده استني. اوكي استني هنستنى. هي مش كانت قايله طقمين؟ طقمين ماشي. انا عايزه اقول لهم، بس انا مش عايزاهم يتفاجئوا، انا عايزه اقول لهم على حاجه، ان كل اللي بنعمله ده ولسه في غسيل، لما ينشف هناخد منه حاجات تاني، ولسه في توبات. ها بصيت؟ مع الشميز ماشي طقم ده اوكي. عشان مفاجأة كده بقول لهم بعدين. ماشي مفاجاه هتقولها لكم بعدين، محدش ياخد باله. عشان لزوم الدايت. ايوه ماشي، ده لزوم الحر. ماشي. وده عشان بيدخل الطرف الكمية وده لزوم الدايت. استني بس استني. ماشي بيدخل لي طرف الكمية. ماشي. ده بقى لزوم البيت. اطلع هو انت مش كنتي راجعه حرانه من الوقفه في الشمس؟ والله عايزين. ماشي. ها وده كمان بس ده طلع كتير. ها لا هم اتعودوا منك خلاص، هم بقوا عندهم ايه اللي اوكي وايه اللي لا. اللي اوكي وايه اللي لا. وده حاسه تقيل شويتين 3 4. لسه ما خدتش من الفرنس. يا لهوي. بص احنا بنتكلم في ايه وهي بتعمل ايه؟ طب ساعديني يا ماما. مش عارفه طب استشيريني. مش عارفه. بص انا هقول لكم على حاجه، احنا هنفصل. هتاخدي ايه؟ ماشي. احنا هنفصل، نحاول نرصهم سنه ونرجع لهم، بس برضو مش هتبقى دي الرصه النهائيه. تمام، بس هنحاول نظبطهم شويه. اوكي. نبدأ بيكي. طقمين. استني، قعدت تقول طقمين. ماشي تعالي. استني بس. هو انت مش داخله؟ استني هو انت مش داخله قلتي انا داخله اجيب توبات؟ انت داخله تجيبي توبات، جبتي الشابوهات تعملي بيها ايه؟ زايدة ها عامل ايه بقى؟ هما لا دول ما بيتحطوش كده عشان ما يطبقوش. ده مش شابو، ده قش. على فكره انا همت والله العظيم. بصوا حبايبي، طبعا تخيلوا المنظر كان عامل ازاي، بقى عامل ازاي. هو كده لسه فاضل حاجات بسيطه. لا حاجات بسيطه. طب بصوا شكل الشنطه بتاعتها، بصوا الشكل، وبتقول لسه في حاجات ما حطيناهاش. وبعدين داخله جايبه كام توب، هتلبسي كام توب انت؟ كنت اقول لها انت مسافره. طب ما احنا فعلا مسافرين. ايه الذكاء ده؟ ايه ده ايه؟ ده الكاشمايو اللي هو اسمه ايه اللي معمول بالخيوط. اللي هو اللي بيبقى كده هو ده. ماشي. مش هاخد التلات. ماشي. هنحط التوبات دي كده وهنحط ده كده عليهم. بصوا عماله تحشر الحاجه ازاي. البندانه او السكارف. ماشي. ها انا تهت ودخت بسببها، مدوخاني المره دي. هناخد شنطتين، الشنطه دي والشنطه السيلفر. الشنطه دي فين؟ الشنطه السيلفر فيها حاجتي. امسكي شنطتين. جايدة هتاخد التلاتة دول، البيضة اللي انا عاملاها لها، وهتاخد اللي هي الستار دي بتحبها، واكيد طبعا ايه ممكن اخد البيج اللي هتاخد التحفة دي. ايه كروس ايه؟ طيب بصوا احنا يعتبر انجزنا شوية، خلاص كده. بس هل ده الشكل النهائي؟ لا طبعاً. لا طبعا. بصوا هنا جودي تطوعت وواخده كل الالعاب معاها، الالعاب اللي هي الالعاب اللي هنلعب بيها بالليل وكده، يعني في السهرات وفي الحاجات دي. واخده شراب، واخده بندانه، واخده توبات، وهنا حطينا طرح. امال انت قايمه قاعده تعملي ايه؟ قايمه قاعده ارحميني. في افتح ده هنا في ايه؟ مفيش حاجه. هنا في ايه؟ هنا لعبه صيادين السمك بتاعت جايده، والعاب، ومحشره الالعاب هنا تحشيره. طبعا بينجو دي ما بنستغناش عنها، اكسبكم فيها. والماجنتيك دي برضو بنحبها جدا. فين الحاجات بتاعت دي؟ اكس او. وهنا بقى كل الحاجات. طيب دي كده هناخد كل حاجه. دي كده الالعاب اللي هي المفروض هنبقى للتسالي يعني. طيب المفروض بقى ان جايده هنا واخده الالعاب المائيه، الالعاب المائيه. استني، لا طلعي لي بقى الكوتش والسليبرز، عشان قلنا هنحطهم في شنطه تانية. ده بصوا شكله قمري. تمام. هجيب لك بقى البورد، احنا قلنا هناخد البورد. ده انا اللي فاكرك هتفضي الشنطه.
الشنطه. لا هجيب لك البورد وهسيب لك هنا مكان لو عايزه تحطي حاجه. دي برضه حاجات. لا مفيش، دي حاجات برمائيه. برمائيه. استنى انا مش عارفه هنحط البورد ازاي. البورد لازم تشيلي ده. استني حطي. هو ايه اللي هنا في حاجه طريه. الطوق. لا دول يطلعوا فوقيه. ايوه بس حطي بقى كده فوق البورد. لا تصدقي كعبلت، مش عارفه كده هتقفل ولا لا. حته من هنا وحته من هنا. انا خايفه دي الجردل يتكسر. لا طلعي الجردل. انت خايفه من الجردل يتكسر ومش خايفه من الشنطه الطرقه. لا الجردل. استني السوسته مش راضيه تقفل. ايه طلعي الجردل انا همسكه واحطه اقفليه معايا. لا استني بس السوسته. اقفلي كده بالراحه ما تدبيش بالراحه يا مسهل. لا مش هتقفل. لا ده انا عاملاها على الوش. نو هاي ثانيه. لا مفتوحه هي قلبي يا بنتي مفتوحه يا حبيبتي. اسمعي كلامي. افتحي. بصوا اول ما قلت يا حبيبتي بشخطه لازم ماما تشخط. لازم شيلي الجردل. هنشيل دي وهنشيل كله. استني بقى. استني حطي هنا الشنطه. خدي ده. اقفلي. استني بس استني. اقفلي كده. اقفلي. ايوه كده ها. ايوه خلي النضارات والبونيهات معاكي. صح. نحاول ايه. بصي بقى انا هقولك على حاجه. ممكن تهدي حبيبي. افتح دي. افتحي بالراحه. حطي الشنط. هنجيبها حاضر بعد البطوله. بص لاختها ازاي. حطي الشنطه البيضاء عدل في الكيس عدل عشان ما تتبهدلش مننا. ماشي ها. فين باقي الشنط. خليها كده اهو. ماشي عشان ايه ما يدخلهاش تراب. ماشي عشان ما يدخلهاش تراب. فين باقي. سيبي دول. هاتي الشنط. الشنطه اللي هي الذهبي. ماشي الشنطه الذهبي. خايفه عليها ماشي حطيها في قلب الكيس بتاعها لا تتكسر. حطي الشنط بس. يبقى الجردل ده بصوا حبايبي ده اللي عامل لنا ازمه اهو. الاستاذ ده هو اللي عامل لنا ازمه. لا اقفلي. لو افتكرنا حاجه تتحط اوكي، ما افتكرناش كده تمام. الجردل والحاجات اللي هنلبسها في رجلينا كلها تتحط في الشنطه البينك. كده يعتبر احنا مخلصين بنسبه الشنطه البنك هناخدها 80%. هنروح بقى البطوله. لا مش هيبقى فيها اي حاجه يعني عادي. لا عادي ما تقلقيش. هنلاقي كذا حل باذن الله. بصوا اقفلي بقى كده شنطتك. لسه ما رتبتيش الشنطه دي. لا دي هنرتبها معاهم في يوم كامل لوحده، او دي ممكن نخليها بعد التمرينه بعد السباق بتاع بكره. متفقين نهدى كده او نعملها في فيديو لوحدها بكره. نلم الحاجات الشخصيه كلها. يبقى كده الفيديو اللي جاي هيبقى الحاجات الشخصيه في الشنط الصغيره. تمام. هدخل انا بقى اشوف شنطتي ونقفل. مش حاطه حاجات كتير. انت مش واخده بالك ان انت عندك بالليل تسخين والمفروض تنامي ساعتين؟ هنا مع الحاجات انت مش واخده بالك يا جايده واخده. خدي تاني يا جايده ولا كفايه؟ طيب بصوا حبايبي احنا يعتبر انجزنا طالما رتبنا الهدوم الاساسيه. هنحاول نلاقي حل للكور وللالعاب. هنحاول. السوسته مش راضيه تقفل. هنحاول. يلا بينا على المصر. لا لسه عندك سباقين. لسه عندك ايه. بصوا النجمه والله العظيم جميله. لا خليها. لسه عندنا سباقين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعدوا على خير. احنا راجعين عادي خالص. اللهم لك الحمد والشكر. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا راجعه بيها سليمه. راجعين من غير ديكيو لحسن الديكيوهات نازله على ودنه ايه تك الواحد بيبقى قلبه قاعد مخضوض قسما بالله. من سادس لسابع هي اكيد اجزاء ثواني. فهنقول الحمد لله على كل حال. نركز بس في اسبوع المصيف. ايوه. ونركز في الدراسه اللي داخله بعد اسبوع المصيف. اوكي. اهم من كل حاجه. اهم من اسبوع الدراسه نفسه. ان شاء الله باذن الله خير. اسبوع البطوله يعدي. اسبوع ايه ده هو 3 ايام. يعدي على خير ان شاء الله. ونروح المصيف. ادعوا لها بس ارجع بيها بالسلامه ومن غير ديكيو. ده كل اللي انا طالباه من ربنا. الحمد لله. بوسه كبيره. يلا.